ليست على رأيك، ليست على هواك. فهل هذا يعني أنها كافرة؟ هل هذا يعني أننا لسنا على حزبك أو جماعتك أو على رأيك أو على هواك؟ هل هذا يعني أننا كفار؟ لسنا بكفار. الجيش ليس بكافر، الشرطة ليست بكافرة، نحن لسنا كفارا. نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لسنا كفار. ومن كفرنا فهو كافر بقول النبي ليس بقولنا نحن. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فلسنا كفارا. الجيش الذي يدافع عنا ليس كافرا، الشرطة التي تحمينا ليست كافرة. هناك فساد نعم، هناك ظلم نعم، ولكن لسنا ملائكة، ليسوا ملائكة. نحن لسنا ملائكة، هم ليسوا ملائكة. عبد الملك بن مروان رحمه الله يقول: أنصفونا يا معشر الرعية، أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهم. انتوا عاوزيني نكون زي سيدنا عمر وابو بكر وعثمان وعلي، وانتوا مش عاوزين تبقوا زيهم ليه؟ عايزيننا نبقى ملائكة وانتوا مش عايزين تبقوا ملائكة ليه؟ لسنا ملائكة ولكننا مسلمين، لسنا كفارا ولكننا على الإسلام. فالفساد فساد الفكر الذي نحن فيه الآن، الذي أدى بنا إلى تكالب الأمم علينا، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه عن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى القلوب. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يملكون من الدين ملك السهم من الرمية، ثم لا يعودون إلى فيه. وفي روايات أخرى يقول النبي عنهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتكم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. يعني لما بشوفه هو بيصلي بحس ان صلاتي انا بالنسبه له ما تنفعش. صيامه هو عجامي كبير عالي، صيام انا ما ينفعش قصاد. قراءة القرآن احس انه هو خاشع. هذه صفة هؤلاء ذكرها النبي، ثم قال النبي: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. عن هؤلاء الخوارج قال عنهم: يقتلون اهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان، بيقتلوا المسلمين ويسيبوا الكفار. بيت المقدس محتل من أعوام، العراق محتل، أفغانستان محتل، بلاد أخرى كثيرة محتلة، أفريقيا الوسطى المسلمين هناك بيدبحوا، بلاد كثيرة المسلمين بيدبحوا فيها احتلال. فإحنا يكون الجهاد، ومع من يكون الجهاد؟ يكون الجهاد في بلد مسلمة ليست محتلة. يكون الجهاد مع أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المسلمون، انتبهوا إلى هذه الأفكار التي أصبحت تتغلغل في عقول الشباب ويعتنقها الكثير. هذه الأفكار أصبحت تتغلغل في عقول الشباب ويعتنقها الكثير. خذوا حذركم وانتبهوا لشبابكم وأولادكم. نحن لسنا على الشرك، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن نصلي الصلوات الخمس، نحن نزكي، نحن نصوم، نحن نحج البيت، نحن نعبد الله، لسنا على الشرك. فهذا فساد
خطير، شر كبير، وبلاء مستطير أن يكفر مسلما ومن ثم يؤدي هذا إلى قتله. بلاد الإسلام تدمر، بلاد الإسلام تباد، وبلاد الكفر سالمة. والذي نفسي بيده، ماذا أنتم فاعلون عندما تشاهدون بنات ونساء المسلمين تباع المرأة فيهن، وبنات ونساء المشركات سالمون؟ المرأة المسلمة أصبحت تباع كالعبيد. المرأة المسلمة تباع في بلاد الإسلام، تباع وأسرى. هل هذا في دين الله؟ أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة النبي؟ المرأة المسلمة تباع، والمرأة المشركة سليمة معافى في بيتها، بل محتلة بلاد المسلمين. هل هذا في دين الله؟ أين العقول؟ أين هذه العقول؟ أيها المسلمون، انتبهوا لما يحاك لنا، لما يحاك لهذه الأمة من تغلغل هذه الأفكار التكفيرية للمجتمع المسلم. هؤلاء يكفروننا ويقتلوننا، فهؤلاء كفرة بقول النبي، لأنه يرد عليه الحديث، بل أن من استحل دم امرئ مسلم بغير حق فهو كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. دم المسلم حرام وحجي قتله وبيقول دمه حلال، يبقى ده أنكر معلوم بالضرورة. وفي كتب التوحيد من أنكر معلوما بالضرورة فهو كافر، يعني استحل دمه. عندما تسمع أحد الناس يخرج في الإعلام ويفتي بجواز حرق سيارات الشرطة، بجواز حرق سيارات بعض الأهالي، وهذا يجوز ويستدل من كتاب الله ومن سنة النبي، أين هذا؟ هل وصل بنا الحال إلى هذه؟ نستحل دماء الناس ونستدل على ذلك بالكتاب والسنة. أيها المسلمون، انتبهوا إلى هذه الأفكار. حرق سيارات الأهالي حلال، حرق سيارات رجال وابن حلال. أين هذا؟ أين هذا من كتاب الله؟ أين هذا من سنة النبي؟ أين هذا من فعل الصحابة؟ أين هذا